يلا الليلة ما في صوت عادي ولا في موهبة عادية. الليلة كل طفل واقف قدام حلمه، قدام خوفه، وقدام عالم كامل عم يسمعه. عادة المدرب هو السند، ولكن اليوم بالنصف نهائي من The Voice Kids القرار هو للمدرب المنافس. خلونا نسمع، نشوف ونحس. قديه حلو هيك الحماس قبل الحلقة. رامي ولا أطيب من قلبه. قبل الحلقة بس. أخويا الكبير وفناني المفضل الحين. رامي، شو مخططاتك اليوم؟ رح تتصرف بضمير ولا رح تورينا الوجه التاني؟ لا، انا دايما بحب الضمير. في الغنى انا بمشي ورا احساسي وقلبي وعقلي طبعا، لانه يعني انا هختار اصوات مش بتاعتي، بتاعت زملائي، واللي هيغني احسن اكيد انا هختاره وهديله الكومنت المظبوط. يعني قديه هو صعب انه لاول مرة اليوم القرار هو بايد المنافسين لإلك اللي هن كل هالفترة عم بينافسوك المدربين. اليوم القرار بايدهم حتى للاشخاص المشتركين اللي هن معك. هو صعب عشان هم يختاروا اصوات من عندي. هم كلنا اصوات عندنا كويسين، كل الاصوات عند رامي، عند شامي، عند داليا اصوات مهمه جدا. اكيد ما دام وصلوا للمرحله السيمي فاينل اكيد فدي اصوات كلها حلوه. كان نفسي انا اللي اختار الاصوات عندي، بس ده قانون البرنامج. اليوم القرار مش بايدك. ايه، سيف ذو حدين. هلا من ميل برتاح من مسؤولية مشاعر الطفل، خليهم يحملوها زملائي الأعزاء، ومن ميل هيك صعب شوي إني ما أختار أنا. بدنا نجرب، لسه ما جربنا. شو بدك تقول للأطفال اللي اليوم رح يغادروك؟ شو رح تقول لهم؟ محمد وزكريا وساري يعني هن أصوات أصلا حلوة، لو شو ما صار وين ما راحوا أنا فخور فيهم، وعن جد فخور إني ساهمت ولو 1% من النجاح اللي رح يحققوه إن شاء الله بهذا البروجرام. مراهن على حدا منهم؟ الثلاثة لا، بيني وبينك صدقا بحبهم كلهم يعني، وكلياتهم وصلوا لمحل انه عم بيغنوا بطريقه اساتذه، والله اساتذه. كيف عم بتوازي بين حنان الأم داليا وبين التوجيهات؟ لا ما في، صعب. أنا معاهم حنان الأم، وعموما الأم تقدر تكون تف ساعات، تقدر تكون حنونة، وأنا مع فريقي حقيقي بحسهم أولادي وبتعامل معهم زي ليلي وجاز. اليوم القرار مش بإيدك. الحمد لله، الحمد لله. شو؟ بالنسبة لي فريقي كلهم فايزين، دام وصلوا لهذه المرحلة هم كلهم فايزين في نظري، كلهم The Voice Kids. خبريني قد ايه مبسوطة؟ كتير كتير مبسوطة الحمد لله. كنت متوقعة انك تفوزي اليوم؟ ما بعرف يعني، ما كنت متوقعة، بس إحساسي بيقول لي إيه، يعني إحساسي بيقول لي إيه، بس أنا ما بعرفش. بتعرف يعني قبل ما نطلع على الستيج هيك المشاهير يعني بيتوتروا هيك طبيعي، فيعني يمكن كنت متوقعة. مبروك. الله يبارك فيك يا رب. كنت متوقع النتيجة؟ والله كنت واثق بحالي، بس كان في شوية توتر وكنت خيفان، بس والله يعني كنت كتير كتير مبسوط. أنا هلأ يعني ما فيني أوصف الفرحة والله. شو بتقول للمدربين اللي اختاروك؟ سلم إيديهم، ويعني أحلى مدربين والله، الأستاذ داليا والأستاذ رامي، يعني شكرا كتير لهم، شكرا كتير والله، ما بعرف كيف بدي أشكره. شو توقعاتك هلا للنهائي؟ أنا The Voice Kids. مبسوط جدا جدا ان انا وصلت لمرحلة النهائي، وبجد مبسوط جدا جدا انهم اختاروني. كنت متوقع انه يختاروك؟ مش قوي، بس انا الحمد لله قلت ان انا هدخل اغني، حتى لو ما كانوش اختاروني كنت انا اكون غنيت قدام الناس بشكل حلو وشكل كويس. بالمرحلة النهائية كيف التحضيرات راح تكون؟
ان شاء الله تكون تحضيرات كويسة ان احنا ناخد احلى صوت.